السلام عليكم، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. بدنا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيت استفتح الفيديو بالوردات الحلوات أصوركم إياهن. وشايفين هذا العصير، هذا العصير أنا نزلت فيه مقطع عصير بنفس قناتي. كيف تحضيره كتير مفيد وكتير نافع وبنزل الوزن صبايا. هلا اول شي مثل ما شايفين رح نعمل التمر احشيه بالجوز. انا اليوم حبيت اصوركم روتيني بنهار رمضان من الصبح للمساء. هون مثل ما شايفين انا ابتديت الفيديو بتصويره من الساعة 1 الظهر. صليت الظهر، اللهم صل على سيدنا محمد، وفتت على المطبخ مثل ما شايفين. بلشت بالتصوير. رح بحضر التمر لحتى أزين فيه الصفراء. ومثل ما شايفين أنا حطيت فغطين بس، غسلتهم وزبطتهم وحطيتهم طنجرة الضغط لمدة 10 دقايق لحتى أسلقهم وأحطهم بقلب الكبسة. اليوم بدنا نحضر مع بعض كبسة. هلا مثل ما شايفين أنا كمان رح بعمل معروك، ورمضان ما بحلى غير بالمعروك. مثل ما شايفين حطيت كاسة حليب و4 معالق سكر، ورح بضيف كمان بيضة، وراح بحط ظرف خميرة كمان، ظرف كامل لكمية الحليب مثل ما شايفين. وحطيت معلقة كبيرة محلب، وحطيت كمان ظرف بيكنج باودر. وهلا هو لازم اضيف الزيت، بس انا نسيت الزيت ما ضفته. زيت او سمنة او زبدة حسب ما متوفر عندك، فانا نسيتهم ما ضفتهم. مثل ما شايفين انا هلا خفقته كتير منيح، ورح بتركهم بمكان دافي لحتى تختمر معنا الخميرة وتعطي فقاعات لحتى تصلح معنا للعجينة. هلا الصبايا لازم تتركيها نص ساعة لحتى تاخد مفعول الخميرة كتير منيح. كل ما تركتيها تختمر كل ما بتكون بالنسبة للمعروك أكوس وأحسن. هلا مثل ما شايفين أنا تركتها نص ساعة واختمرت معنا. شوفوا الفقاعات اللي على وشها. هلا رح نزيدها الطحين. أنا رح بحط 3 كاسات طحين. 3 كاسات طحين بالنسبة للكمية للعيلة الصغيرة منيحة، يعني بتكفي. بتكفيكن معروك بعد الفطار، ونفس الوقت بيزيد منه على السحور. هلا رح نعجن العجينة كتير منيح. شوفوا صبايا أنا بالنسبة لي عندي عجانة، بس سبحان الله ما بحب أستخدمها، بحب أعجنها على إيدي بلاقي يعني أسرع. من ناقص شغلة هيك كركوبة وجلية وقصة وحكاية فورا، يعني مثل ما شايفين أنا بجليها. هلا صبايا أنا هون نسيت أحط قلت لكم نسيت أحط الزيت أو الزبدة بقلب السوائل، فأنا هلا هون ضفتها فوقه ودعكت العجينة مع الزبدة. أنا حطيت زبدة صبايا طلعت بتجنن، عن جد بتجنن. مثل ما شايفين أنا رح بدعكها كتير منيح، وكمان برجع بتركها بمكان دافي لمدة نص ساعة أو ساعة، ما بيأثر. كل ما تركتيها كل ما بتختمر وبتصير أكوس. راح بحطها بمكان دافي وبكمل شغل في المطبخ. طبعا لا تنسي اني لازم تغطيها. بتحبي قماشة بتحبي مثل ما شايفين انا بنايلونة تبعية المطبخ الحرارة كمان لفحتها هيك، وراح بحطها بمكان دافي وببلش بحضر الكبسة مثل ما شايفين. هلا انا مقطعة بصل مثل ما شايفين، وحطيت زيت قلي، زيت عباد الشمس، دوار الشمس، حسب الزيت يلي انت متوفر عندك وبتحبيه. ومثل ما شايفين كمان مفرمة نوعين فليفلة حمراء وخضراء، واذا بتحبيها حدة بامكانك تضيفي، واذا بتحبيها لا، يعني عندك اولاد ما بياكلوا الاكل الحد، فبامكانك تحطي فليفلة حلوة حسب ما بتحبي. مثل ما شايفين انا قليتهم مع بعضهم. وهلا ضفت كمان البندوره، وراح بحط كمان معلقه دبس بفليفله ومعلقه دبس بندوره لحتى تعطي للكبسه لون حلو. هلا في ناس ما بتحط دبس بندوره او بندوره، بتعيفها بس على طاق الخضروات. انا بالنسبه لي بتطلع ناشفه صبايا وبتطلع لون الرزاي ما حلو. انا هيك بحب اساويها بهالطريقه. وهلا ضفت كمان البهارات الكبسه، وراح بقلبهم كم تقليبه مع بعض مثل ما شايفين. وانا كمان ضفت رشه ملح
مثل ما شايفين. وهلأ رح بضيف الفخاد كمان، بقلبهم كم تقليبة مع الصوص لحتى هيك يعطوا يغبغبوا ويعطوا هيك نكهة طيبة من بهارات الكبسة ومن الصوص مثل ما شايفين. جربوا هالطريقة صبايا ورح تدعولي كتير. طريقة الكبسة ممتازة وبتعطي طعمة كتير طيبة. وهلأ أنا كمان ضفت مي فوق الفخاد، ورح بخليهم يغلوا كم غلوة. ما ضروري يستووا كتير صبايا لأني أنا بدي أكمل شويهم بالفرن لحتى يحمروا ويعطوا لون حلو، وأحطهم على وش الكبسة. مثل ما شايفين غطيت الطنجرة وتركتهم. وهلأ تقريبا استووا. رح بطالعون، يعني ما استووا، ما خليتهم يستووا كتير صبايا مثل ما قلت لكم. قبل ما يستووا تماما بشوي طلعتهم صفيتهم من الصوص مثل ما شايفين. هلأ رح بدهن وشهم زيت حلو وبهارات الكبسة. بدهن الوش وبحطهم بالفرن لحتى ينشووا ويعطوا لون حلو. وبالنسبة للصوص أنا ضفت الرز هون، وكنت شفتوا بالبداية الفيديو قلت لكم إني أنا سلقت فخدتين كمان، نتفتهم وزبطتهم، وراح بضيفهم كمان مثل ما شايفين فوق الرز لحتى هيك يتبلوا مع بعض ويتغبغبوا. والرزاية بتصير هيك ملا ناشفة، بتصير طرية وبتعطي طعم كتير كتير طيبة صبايا. مثل ما شايفين هون عبدهن الفخاد وراح بحطهم بالفرن، ولوقت ما ينشووا معنا الفخاد وتستوي الكبسة. هون صارت عجينتنا جاهزة. تفرجوا، اللهم صل على سيدنا محمد. عن جد طلعت فرجة العجينة كتير طلعت منظومة نظم عقولة الحلبية. هلا رح ببلش بكورها وبقطعها. هلا انا بالنسبه لإلي حبيت اني اسويها بشكل القمر صبايا، بس ما طلعت معي شكل القمر، طلعت معي بتشبه خليط النحل. ما بعرف ليش، لاني تركتها كتير لاختمرت وعطت حجم فلزقت هيك في بعض وما عطت شكل القمر. هلا رح تشوفوها مع شلون شكلها بالاخير. بس طلعت روعة، والعجينة منظومة نظم مثل ما قلت لكم، وطلع الشكل خرافي والطعمة بتجنن، عن جد بتجنن. وحتى في شهود على كلامي، أنا كنت هون عازمة ناس عندي فعن جد طلعت بتجنن. هلا مثل ما شايفين أنا أخذت قطع صغيرة وعم بكورن. هون عندي شريط الشريط الستاند مبين، فشوي هيك انتزع الفيديو. المهم مثل ما شايفين عم بقطع قطع صغيرة وعم بحشيها جبنة. هلا بتحبي تحشيها جبنة، بتحبي تحشيها تمر، بتحبي تحشيها شوكولا، حسب انت ما بتحبي. اليوم انا حبيت اعمل المعروك بالجبنة، وراح بعمله شي يومين تانيين بالتمر ان شاء الله. هلا مثل ما شايفين انا حطيت صحن، راح بحاول اعمله بشكل القمر ان شاء الله يزبط معي الشكل مثل ما شايفين. راح بخلص الكمية وبرجع لكم من جديد. مثل ما شايفين هلا أنا سويتها بهذا الشكل. بالنسبة لدهن الوش صبايا أنا حطيت بيضة وحطيت نقطة حليب ومعلقة صغيرة نسكافيه وشوية فانيلا ودهنت الوش. وشوفوا هلأ صارت معنا الكبسة جاهزة. طلعت لونها بجنن والريحة بتجنن. هون لسه صايمين، لسه ما أذن المغرب عنا. هون على وشك رح يأذن المغرب. مثل ما شايفين أنا دهنت وش المعروك وحطيته بالفرن. هلا بتحطيه على درجة حرارة 180، تتركيه لمدة 20 دقيقة. وهلا رح نشوف المعروك شكله النهائي. وهي شكل الكبسة النهائية. وإذا حبيت تضيفي مكسرات، أنا لضيقة الوقت يعني ما لحقت أحط مكسرات فوقه. ومو ضروري المكسرات، يعني أنا عندي الضيوف مالهم غربة فما ضروري يعني إني أحطهم. ومثل ما شايفين وعملت شربت الفطر كمان للعجلة، ما صبيتها بالصحن للأسف لأني برمضان وقت ضيق وكل شي لهوجة. وهي الكبسة مثل ما شايفين، وهي التمر والكب النية.
وهي كانت سفرتي لليوم من رابع يوم من رمضان. هذا الفيديو رابع يوم من رمضان مثل ما شايفين. وهذا العصير صبايا نزلت أنا مقطع عصير بطريقة تحضيره كتير لذيذ وطيب ومن دون سكر وكتير مفيد للرجيم. شوفوا شكله، عن جد شكله خرافي وبجنن. وهلأ رح نشوف المعروك مع بعض. هلأ هاي طلع شكل المعروك بالأخير، شوفوا نفشت كتير وما عطت الشكل القمر بس طلعت بتجنن وما عليها حكي أبدا أبدا. طلعت خرافية. ودهنت وشها، بتحبي تدهني دبس عنب، بتحبي تدهني قطر، أنا بالنسبة لي دهنت قطر اللي هو الشيرة. ومثل ما شايفين ورح منطالع قطعة. هلأ هي بعد ما فطرنا وخلصنا وجلينا وصلينا الحمد لله رب العالمين. فهلأ هون كمان عملنا فنجان قهوة، وبتحبي تعملي شاي، وحبيت أقسم لكم قطعة قدامكم وأفرجيكم إياها. شوفوا الجبنة بقلبها ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وهي قهوتنا لليوم. ولا تنسوني من دعواتكم الحلوة وتعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا لي زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. وكل عام وانتم بخير.